لازم تحط في مخك قبل ما تبدأ في حاجة جديدة، مهما كانت قراية ولا خدمة ولا أي حاجة تحب تعملها، كونك مكش باش تلقى الناس الكل تشجعك، ويمكن باش تلقى الناس اللي ضدك أكثر من الناس اللي معاك. كيف باش تجي تحكي فكرتك ولا باش تحكي شنو تحب تعمل، أغلبية الناس باش تقولك حاجة موجودة، حاجة قديمة، شوف حاجة ما خير، حاجة ما تنجحش، حاجات اللي متاع باش يطيحوا لك المورال بصفة عامة. نحب نقول لك كانك انت مقتنع بالحاجة اللي باش تعملها، وحاجة هذه ترضي ربي وترضيك، حطها في مخك، ومش لازم تحكي للعباد شنو باش تعمل بالضبط. ابدا وما تستناش باش الناس تشجعك، خاطر باش يشجعوك عيلتك والصحاب القراب. وكهو بخلاف هكا عادي، صحاب كل يوم ترى فيهم وما يشجعوكش، عادي جيرانك ما يشجعوكش، الناس اللي يخدموا معاك ولا يقراوا معاك ما يشجعوكش. مش الناس الكل تشجع، تعرف وقتاش باش يشجعوك؟ وقت اللي الحاجة هذه باش تنجح، وقتها الناس الكل باش تشجعك، والناس الكل باش تقول يعطيه الصحة، ووقتها الناس الكل باش تولي تعرفك. اما من الاول مش كيف جملة. هذا علاش كان عندك حاجة في مخك شد صحيح، ما تقعدش تستنى في العباد، خاطر مش الناس الكل لاهية بيك. اخدم الخدمة اللي تحب تخدمها، ولا اقرا القراية اللي تحب تقراها، ولا اعمل شنو تحب تعمل، وما تقعدش تستنى في راي العباد. صحيح راي العباد لازم تبني عليه، ولازمك تاخذ بنصيحة الانسان اللي يحب ينصح. اما الناس اللي تحب تفشل والناس اللي ما يعجبها حتى شيء، خلها على جنب ومش لازم تسمع كلامها.